تخيل هاد الشون مانيتيك كريي باغ ان كورون بحال شي شوشرة أو صداع كينوضو واحد التيار مغربي غير كيبدا يجري في السلك، بحال شي موتور قديم كيدوز في الزنقة خاوية مع 3 ديال الليل. قانون تبركيكا. تخيل واحد الخيط د النحاس طويل ودايز فيه تيار مجهد. هذا التيار غادي وكيغني وبلا ما يحس كاع الذرات اللي حداه بداو كيدورو. نق واحد الايون كان جالس حدا السلك وقال ليه: واش ريف نقص من هاد البيل اللي داير لينا، راه بسببك وليت كنحس براسي باغي ندور بحال الدوامه. جاوبو التيار: عشيري، هذه هي ضريبه النشاط، القاعده كيقولها بيوت اي سافاغ. ما حدي انا كنجري والشون ديالي كيدور عليا بحال الروينه، وباش ما قربتي عندي باش ما غتسمع الصداع مانيتيك مجهد. الوشيعه لا بوبين، الاجتماع السري. تخيل هاد السلك براسو لوينه بزاف المرات حتى ولا بوبين. هنا التيار ما بقاش غير مصدع ولا منظم. واحد الالكترون دخل وسط الوشيعه وتصدم، لقى الشون مانيتيك واقف نيشان ومنظم بحال العسكر. سولو التيار: كيفاش درتي ليها؟ كنتي غير كدور الصداع، دابا وليتي داير مجال منتظم. جاوبو التيار: ايوا شفتي تكاتل الجهود، فاش كنلويو السلك كاع هذيك الدورات كيتجمعوا لداخل وكيوليو قوه واحده. دابا انا راه وليت الكترومغناطيس، الا دزت نجر كاع المعالق ديال الكوزينه عندي. قاعده اليد اليمنى الريشيره. تخيل واحد الطالب مغربي في المستقبل لابس نظارات في ار وكيحاول يفهم فين غادي هذا المجال. شاد يدو كيشير بها في السماء. جا عنده المقدم ديال المختبر وقال ليه: مالك وليدي كتشير؟ واش كتسنى الخطاف تاكسي؟ جاوبو الطالب: لا عمي المقدم، هاد التيار طالع الفوق الابهام، وانا كنحاول نعرف هاد البي فين غدور الاصابع. راه الا غلطت غير في شويه ديال الزاويه غتقلب ليا قوه لورنت وطير لينا هاد لاماكيت كامله للسما. النكته العلميه: واحد التيار كان غادي في وشيعه بوبين وهو قطع عليه المولد الضو فجاه. الوشيعه بدات كتبكي. سولوها: مالك؟ قالت ليهم: اودي مولفه بالهيبه ديال الشومانيتيك لداخل، دابا فاش مشى التيار وليت غير سلك د النحاس خاوي، حتى طونفيه ما بقات كتسوق ليا. الخلاصه بالدارجه: التيار الكهربائي هو المحرك ديال المغناطيسيه. الا كان الضو ساكن المجال المغناطيسي كيكون ناعس، غير كيبدا الضو يتحرك المجال كينوض يدير الفتنه حول السلك.